في عالم الكورة الأضواء دايما بتكون على لحظة التتويج، هدف في الدقيقة 90 أو مهارة بتخطف الأنفاس. لكن وراء كل نجم في تفاصيل عمرها ما اتقالت وتفاصيل اتنست وسط الهتاف. إننا مش بنحكي عن اللاعب، إحنا بنرجع الشريط من أوله، من أول حلم اتولد في شارع لغربة في بلد لدمعة في ممر. دي قصة نجم من البداية للنهاية. أنا أحمد الهواري وديت حكاية جديدة من حكايات 1 فبراير 1999 في محافظة الشرقية، قرية سرويدة بالتحديد. هناك اتولد حلم كبر بأفضل مدافع في أفريقيا. اتولد محمد عبد المنعم، كامبوس خط الدفاع. انضم محمد عبد المنعم لقطاع ناشئين النادي الأهلي في 2009، ودي كانت بداية كويسة لأنه راح النادي الأهلي وكان في سن مبكر. محمد عبد المنعم بدأ في مركز المهاجم، بعد مرور الوقت اتطور مركزه إلى أنه كمدافع، ودي اللي خلت عنده ان هو يقدر يتحكم بالكوره، يقدر يلعب رأسيات، يقدر يطلع كوره من تحت. اول ماتش رسمي لمحمد عبد المنعم مع الفريق الاول كانت بعنوان مباراه السلام. مباراه اتلعبت في اسكندريه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. مباراه اتلعبت 2018، دي كانت اول مباراه رسميه لمحمد عبد المنعم مع الفريق الاول. برغم مهارته الا ان هو ما خدش فرصته في الفريق الاول، لكنه استغل فتره الاعارات للانديه اللي راحت زي سموحه وفوتسر وقدم فيهم مستوى عالمي. وبدأ ساعتها الكل يتكلم عنه، يقول مين المدافع ده. بس كان صعب الفضل ان احنا نشوف افضل مدافع في القاره كان المدرب البرتغالي كارلوس كروس، لانه ساعتها استدعى محمد عبد المنعم من نادي فيوتشر بعد ما لعب معاهم 7 ماتشات فقط. لعب معاهم 7 ماتشات. كارلوس كروس قال لك المدافع ده هيبقى مدافع عالمي. فعلا ساعتها استدعاه لمنتخب مصر ولعب اول ماتش قدام نيجيريا. لما اكرم توفيق اتصاب وجاله رباط صليبي، نزل محمد عبد المنعم ولعب باك يمين. ساعتها يدل ان محمد عبد المنعم بدأ كمهاجم ولعب مدافع ولعب برضه باك يمين، ان هو لاعب جوكر، لعب في كل الاماكن. لعب ساعتها محمد عبد المنعم قدام نيجيريا وقدم مستوى كويس. تاني ماتش لعبه محمد عبد المنعم لعبه في مركزه الاساسي ولعب كقلب دفاع، وقدر يسجل هدف الفوز وانهينا الماتش ساعتها 1-0. تعتبر بطولة افريقيا بتاعت 2021 دي احلى بطولة شفتها في الدنيا، لأن البطولة ديت اللي قدرت تورينا أفضل مدافع في القارة. محمد عبد المنعم لعب بأداء رجولي لحد آخر مباراة. لما آخر مباراة وضيع ضربة الجزاء، كله قال إن هو مدافع شخصيته ضعيفة، لكن هو كان أفضل مدافع في القارة فعلا. والاتحاد الأفريقي حطه ضمن أفضل لعيبة لعبت في البطولة دي. ومن ساعتها محمد عبد المنعم بقى في مستوى تاني خالص. بعد البطولة مباشرة النادي الأهلي قطع الإعارة من نادي فيوتشر عشان يرجع محمد عبد المنعم، لأن كان ساعتها النادي الأهلي كان بيمر بفترة مش كويسة بالدفاع. كان ساعتها بدر بنون مشي وما كانش فيه بديل لبدر بنون، وما كانش فيه لاعيبة كويسة في الدفاع. بعد المستوى اللي احنا شفناه من محمد عبد المنعم في بطولة أفريقيا، النادي الأهلي فورا رجع اللاعب. بعد وجود محمد عبد المنعم للنادي الأهلي، محمد عبد المنعم كان ساعتها مش جاي يهزر. محمد عبد المنعم كان نازل ان هو عارف امكانياته وعارف ان هو هيبقى افضل مدافع في القاره فعلا. في خلال سنتين بس محمد عبد المنعم انتقل من النادي الاهلي لنادي نيس الفرنسي بقيمه 4.5 مليون دولار. لك ان تتخيل ان لاعب كانت بداياته بنادي مغمور في فيوتشر، لعب 7 ماتشات فقط في فيوتشر، استدعاه منتخب مصر، بعدها بموسمين فقط قدر ان هو يحترف في اوروبا. بصراحة حكاية وقصة فعلا لازم كله يتعلم منها. حكاية نجم من بدايته لنهايته. كان بداية محمد عبد المنعم في أول موسم يلعبه مع النادي الأهلي كان في موسم 2022. الموسم ده هو لعبه بشكل كويس جدا، لكن سوء الحظ إن هو اتصاب قبل ماتش النهائي اللي اتلعب في الوداد، الماتش اللي كان فيه مسرحية يعني بدون ذكر أسماء. الماتش ده أحمد عبد المنعم كان متصاب، ولما الأهلي خسر راح لجمهور الوداد وشاور لهم على التيشيرت وقال لهم النادي الاهلي رقم واحد، وقال لهم هجيلكوا السنه الجايه واحنا رقم واحد. فعلا محمد عبد المنعم جالهم السنه الجايه، السنه اللي بعدها فعلا، وجاب هدف الفوز وراح للجمهور ورفع لهم وقال لهم النادي الاهلي افضل نادي في القاره. محمد عبد المنعم صاحب الفضل في بطوله كازابلانكا بطوله 2023. محمد عبد المنعم سبب ان الملعب يتسمى من
ملعب مركب الخامس لملعب محمد عبد المنعم. No, I'll fuck with one of them and I won't fuck shit out. No, no, I won't pick it because I don't like it all. I can't want to see you fall. I keep on chasing the highs, I know I can never get back, so I'm always on low. And I got eyes on the back of my head, I got eyes everywhere, so I know where you go. I can drop ties in this bitch, drop like flies in this bitch. I cut ties in this bitch, I'll cut ties in your face. Yeah, cut you like a lace. Nothing I do could be replaced. That's why I'm living out in space. I take the money to another level. I take the plane to another level. I take the highest to a new level. I take it high to a new level. Keep thinking grand fast to the show. Yeah, I ain't mean to burst your bubble, but I ain't into making change. I'ma stay the same. Bring it to my level. If we be real, I don't know how to feel. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you. Found another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bit. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Yeah. Yeah. When I see you, when I see you, yeah. Yeah. Uh-huh. Yeah. في نهاية الفيديو أقدر بقى أسألكوا سؤال: هل محمد عبد المنعم أفضل مدافع في القارة ولا في حد أفضل منه؟ لو وصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للفيديو، عشان احنا بقالنا أكتر من 3 ساعات بنصور.